لو حد شغال بقاله سنتين تلاتة في السوفت وير زي حالاتي او في اي مجال تاني، الكلام ده مهم ان هو يسمعه. مش هيكون مناسب لحد لسه متخرج ولسه بيدور على شغل. بعد فترة، يعني بعد سنتين تلاتة كده شغل، هتلاقي نفسك وصلت لمرحلة ما بيبقاش فيه اشباع من شغلك بشكل ما. السنتين تلاتة الاولانيين هتلاقي فيه شغف دايما ان انت تتطور وتروح شركة جديدة وتحاول ان انت تضيف على المهارات اللي عندك وتترقى وتكسب فلوس وكده. في مرحلة معينة المبلغ اللي بيجيلك من من الشركة او من العمل بتاعك مش هيديلك سعادة زي الاول. هتبقى متحمس مع زيادة بتجيلك او حاجة، بس في حاجة كده هتبقى ناقصة. الكلام ده ممكن ما ينطبقش على كل الناس، ولكن مهما ضفت من مهارات تقنية ومهما رحت كذا شركة وكده، بتحس ان في حاجة معينة ناقصة. يعني بتحس ان في روتين قاتل، بتعمل الحاجة تقريبا كل يوم حتى لو كان شغلك نفسه ابداعي. يعني في قدر من الابداع زي السوفت وير مثلا. حتى لو كان شغلك ابداعي في مرحله معينه، الشغل هيقلب ان هو يبقى روتيني، هتبقى عارف اللي انت بتعمله بالظبط ايه. الحل في الموضوع ده واللي انا عملته يعني، واللي بقول لك ان انت تحاول تعمله، ابني حاجه من الصفر لنفسك. ممكن تبدا بيزنس على جنب، تبدا مثلا فكره ستارت اب، تبدا حاجه مثلا على جنب. انا شخص كسول شويه وماليش في يعني في حرق الجاز مع الناس وكده، فبدات بصناعه المحتوى وبدات بموضوع بيزنس بيع الخبرات، او ان انا احاول ان انا اساعد الناس انها تعمل كارير شيفت، او انها تسافر مثلا تهاجر زي ما انا هاجرت، او انها تعمل حاجه انا عملتها. الموضوع ده ما كانش معروف ساعتها في المحيط العربي يعني او كده، والحمد لله طبقت سيستم خاص بيا، والحمد لله بقى لي تقريبا 3 او 4 سنين بعمل محتوى وفي نفس الوقت بكسب فلوس اونلاين. لما بتبني بيزنس خاص بيك بيكون حاجه عارف زي ابنك كده، او حاجه بتبقى حاجه انت عملتها من الصفر، فبيبقى عندك شغف دايما ان انت تصحى كل يوم الصبح ان انت تشتغل على الحاجه دي. وعلى فكره بتدي لك طاقه ان انت تشتغل حتى في الدوام الكامل.